ده احدث موبايل من شاومي ريدمي 14 سي الجديد اللي بيجي باشيك تصميم في فئته السعريه بخامات ممتازه مع ضمان 18 شهر كاملين. وزي ما عودناكم اننا نجيب الموبايلات الجديده اول باول، يا دوب الموبايل ده نزل في السوق المصري من يوم واحد بس، واشتريته بسعر 6700 جنيه من الرابط اللي موجود بالاسفل بالتاريخ اللي هيظهر لك على الشاشه. في فيديو النهارده هعرض لكم المراجعه الكامله ليه والمميزات والعيوب، وهل يستحق انك تشتريه ولا لا، لان شاومي بتحاول تظبط امورها في السوق المصري بقالها فتره. فهل هتنجح مع الموبايل ده وتسيطر على الفئة الاقتصادية؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في فيديو النهاردة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ده بشكركم على المشاهدة، شكرا 45 ألف مشترك. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد مع ريدمي 14 سي. لو عايز تشوف محتويات العلبة دي هتلاقي الفيديو الخاص بيه موجود على القناة. اول حاجة بنبدأ بيها كالعادة هي التصميم. الموبايل شكله مختلف وشيك بتصميم مميز، وبقول لك مميز لانه شبه موبايلات في فئة سعرية اعلى من 10000 جنيه زي مثلا اوبو رينو 12 اف 5 جي اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل في فيديوهات هتلاقيها موجودة على القناة. التصميم هنا زي ما بقول لك مميز لان شاومي اهتمت بالخامات اللي مصنوع منها الموبايل، عملت لك ظهر من الزجاج وهو فعلا جميل وقوي، زائد ان في لمعه كده جذابه هتبان معانا في الاضاءه العاليه وخصوصا الشمس، ودي بتزود جماليه الظهر الزجاج بجانب الاطار البلاستيك. انا عاجبني اللون الاسود اكتر من كل الالوان اللي موجوده التانية، لان الاسود بيدي احساس بالفخامه كده على عكس النسخ التانية. وبقول لك نسخ تانية لان الموبايل ده فيه منه نسخه تانية بخامات من الجلد الصناعي المط، ودي اللي بتيجي باللون الاخضر. اما النسخ الزجاج العاديه التانية بتيجي باللون الازرق واللون البنفسجي اللي انا شايفه افضل لون فيهم، لكن انا فضلت اللون الاسود زي ما قلت لك لاني شايفه احسن منهم. وطبعا انت ممكن تشوف في الصور اللي ظاهره لك على الشاشه دلوقتي ان هم احسن، بس دي في النهايه برضو ترجع للذوق الشخصي. طبعا انا عارف عيب اللون الاسود انه جذاب للبصمات، وهو فعلا كده، انت حرفيا محتاج طول الوقت تمسح الظهر ده او تشيل الموبايل في جراب خاص بيه. وبالمناسبه دي هتلاقي جراب خاص بالموبايل سيليكون شفاف بيجي موجود في العلبه، بيغطي الموبايل كويس وبيحميه بقدر الامكان. التصميم من بعيد يديك احساس الفخامه زي ما قلت، وانك ماسك موبايل في فئة عالية مش فئة اقتصادية خالص. والأول نظرة كده من بعيد هتحس ان الموبايل ده بيجي بأربع كاميرات، ولكن لو قربت شوية هتعرف انه بيجي بكاميرتين اتنين بس. والحركة دي حركة ذكية جدا من شاومي عشان تعرف تميز شكل الموبايل. الدايرتين التانيين مش كاميرات طبعا، هما واحدة للفلاش والتانية لاسم السنسور اللي موجود عليه. كل ده في دايرة خاصة بتعمل انعكاسات لذيذة طول ما انت ماسك الموبايل في اي ضوء. طبعا فيها بروز واضح جدا، والازاز بتاعها هيبان جدا مجرد ما تحط عينك عليه. وزن الموبايل مش خفيف خالص، باوزان 204 و207 و211، وده حسب النسخة، والخامات زي ما قلت لك بتختلف. طبيعي يكون وزنه تقيل لان الموبايل ده حرفيا حجمه كبير جدا جدا، واكبر من كل الموبايلات اللي انت ممكن تكون شفتها في حياتك. ده اكبر من الاس 24 الترا في الحجم. طبعا الابعاد هسيبها لك على الشاشه. مع الابعاد الكبيره دي الموبايل مش هيكون مريح ابدا في انك تمسكه بايد واحده. وطبعا عشان يحلوا مشكله الوزن التقيل ده وما يبقاش اتقل من كده، عملوا لك هنا اطار بلاستيك. ولو شفنا الاطار ده من اليمين هنلاقي زراير التحكم بالصوت، وتحتهم زرار الباور اللي مدمج فيه البصمه، وبتشتغل بكل كفاءه واعتماديه ومش بتغلط ولا مره. وده طبيعي لان ما بقاش فيه موبايلات بتغلط في الحته دي. من فوق بقى هتلاقي منفذ 3.5 ملم عشان سماعات الهاند فري اللي مش موجوده في العلبه. من الجنب الشمال هنلاقي منفذ الشريحه اللي بيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع 4G، وميموري خارجي بمنفذ منفصل خاص بيها زي ما انت شايف كده في الفيديو. اما بقى من تحت مش هتلاقي غير منفذ الشحن اللي بيجي من نوع تايب سي، وحواليه المايك الخارجي الوحيد لان الموبايل ده ما فيهوش مايك تاني خاص بالعزل. واخيرا السماعه الخارجيه اللي للاسف برضو بتيجي احاديه مش ستيريو. تصميم الموبايل ككل جميل مع خامات بريميوم. وطبعا موضوع الخامه واختيار اللون بيرجع للذوق الشخصي زي ما قلت لك. ممكن تكتب لي رايك في التعليقات. اللي ما عجبنيش في التصميم هو حجمه المبالغ فيه، ولكن الحجم ده بسبب الشاشه العملاقه الموجوده في الموبايل. وعشان كده هننتقل من هنا للنقطه الثانيه وهي الشاشه في الموبايل ده حرفيا عملاقه، لانها بتيجي بحجم 6.88 انش، تقريبا 6.9 انش بشكل النوتش التقليدي ده. الشاشه ما فيهاش اي تغييرات عن السابق، هو بس كل اللي اتغير وبقى احسن ان الشاشه بتيجي 120 هرتز. ولكن انا مش عايزك تنخدع في النقطه دي، لان المعالج في الموبايل هنا مش بيوصل لك احساس ال 120 هرتز كاملين، لكن كتجربه هتلاقيها مرضيه بشكل كافي وزياده. عشان كده مش هقول لك انها 120 هرتز، هي حتى 120 هرتز، يعني اب تو 120 هرتز. وده اللي شاومي بتقوله في الموبايل ده. يعني مثلا انت في صفحه الاعدادات هنا هتحس ان الموبايل سريع جدا بال 120 هرتز بتوعه، وفي التنقل بقى بين الشاشه والتطبيقات في اي وقت هتلاقي كده. لكن مجرد ما تدخل على اي تطبيق او لعبه او تتصفح هتحس ان الشاشه معاك 90 او ممكن كمان تنزل لحد 60 هرتز. عشان كده
كده حبيت اوضح لك النقطه دي لانها ممكن تفرق معاك في اختيارك للموبايل. انا مش عايز اقول لك الشاشه وحشه، ولكن اللي بقوله لك ده طبيعي في الفئه الاقتصاديه دي، لانك مش هتلاقي موبايل بيقدم لك تجربه احسن من كده الا حاجه قليله جدا جدا في السوق. عشان كده الشاشه دي زي المنافسين. كمان بتيجي من نوع IPS LCD بدقه 1640 في 720 بكسل بمعدل كثافه بكسلات 260 بكسل لكل انش. الشاشه هتبقى حلوه لكن في مشاهده الفيديوهات وتقضيه وقت اطول على الموبايل. مش هتضايقك في اي حاجه غير بس ممكن السطوع يضايقك شويه، لان السطوع هنا معانا 600 نتس للاسف. يعني انت لو في مكان في اضاءه عاليه زي الشمس او اضاءه حاميه الشاشه مش هتبقى واضحه معاك قوي، وده طبعا هيأثر على رؤيتك للشاشه. اللي مش عاجبني تاني في الشاشه هي الحواف، وبالاخص الحافه السفليه اللي بتيجي كده ملحوظه قوي وممكن تضايقك في الاول، لكن انا بقول لك مع الوقت الوضع هيبقى طبيعي فما تقلقش. الشاشه ككل ما فيهاش كلام كتير لانها بتقدم القيمه المناسبه في فئته، ومش هتقدم لك حاجه زياده عن المنافسين غير في ال 120 هرتز، والنقطه دي وضحتها لك في الفيديو وقلت لك هي مش 120 قوي. عشان كده هناخد معانا ال 120 هرتز دول لنقطه تانية، وهي الاداء اللي المفروض شاومي بتتفوق بيه في كل موبايلات فئته. الاداء في الموبايل هنا سلس جدا جدا، والموبايل بيقدم لك اداء مرضي بشكل كبير، او بمعنى اصح بتجربة فوق المتوسط بشوية، وده مع المعالج الهيليو جي 81 الترا. وخلي بالك هو المعالج الهيليو جي 85 القديم اللي كان بيجي في الريدمي 13 سي، بس التغيير هنا في المعيارية والاسم بس. المعالج ده من زمان وهو عملي وبيقدم قيمة كويسة جدا مقابل السعر بقى، سواء في التصفح والتنقل بين التطبيقات، ومفيش منه أي مشاكل. أما بقى تجربة الألعاب، هنا معانا المعالج الرسومي مالي جي 52 MC2 اللي بيقدم تجربة أداء قوية جدا في الألعاب القليلة أو المتوسطة زي اللي هيظهر منها على الشاشة. مفيش أي لاج أو أي سخونة في الموبايل، مع العلم إنه بيجي بتكنولوجيا 12 نانومتر، وده رقم مش كويس، بس الموبايل برضو مع ذلك مش بيسخن. كمان البطارية بتدوم معاك اليوم بالكامل. هنا بقى لو استخدمت الموبايل بشكل يومي بقى عادي مفيش اي مشكله. الموبايل اعتمادي جدا وسهل جدا وسلس. ممكن بقى يسخن شويه في الالعاب التقيله اللي بتيجي بتشتغل باعدادات فوق المتوسطه زي بابجي مثلا، اللي بتشتغل معانا بمعدل اطارات 40 فريم. وما زلت بقول لك ان التجربه مقبوله لانه في النهايه موبايل اقتصادي مش اكتر. الموبايل ده بينزل بثلاث نسخ، ال 128 جيجا وبتيجي بنسختين، واحده 4 جيجا رام والتانيه 6 جيجا رام. اما النسخه اللي معانا في الفيديو 8 رام مع 256 جيجا، والرام دي بتزيد معاك للضعف عشان توصل لحد 16 جيجا رام بس من خلال السوفت وير عشان تسهل بس معاك المهام اليوميه. الموبايل بيدعم خدمات جوجل عادي مع اندرويد 14 الاحدث، بالاضافه لواجهه شاومي الجديده هايبر او اس. وسائل الحمايه هنا في الموبايل بتتمثل في البصمه اللي بتشتغل بكل كفاءه زي ما شفناها في البدايه، بالاضافه لبصمه الوجه الفيس انلوك اللي بنفس الكفاءه والاعتماديه. الموبايل للاسف مش بيدعم خاصيه ال NFC، لكن بيدعم جميع المستشعرات زي التسارع والتقارب والبوصله والجيروسكوب. ومستشعر التقارب الخاص بالمكالمات هنا للاسف مش مستشعر حقيقي، ولكنه مستشعر من خلال السوفت وير. طبعا بمناسبه المكالمات، الموبايل هنا بيسجل المكالمات ولكن بيدي تحذير في الاول بيعرف الشخص التاني انك بتسجل المكالمه. وبكلامنا عن الاداء ننتقل للنقطه الرابعه معانا وهي البطاريه. البطاريه كبيره جدا بسعه 5160 ملي امبير، وده رقم ممتاز لانك هتاخد منه تجربه فوق الممتازه واعتماديه لابعد حد. ومعاك كمان في العلبه شاحن 33 واط. وفي حاجه هنا لقيتها غريبه، هي ان الموبايل بيدعم الشحن لحد 18 واط مع ان معاك شاحن 33 واط. مش عارف ليه الحركه دي، بس ممكن يكون عشان شاومي بتحاول تزود لك فكره ان الموبايل بقى بينزل معاه شاحن 33 واط وانه يستحق الشراء بشكل اكبر. بس برضو على الرغم من ال 18 واط اللي بتاخدهم من ال 33 دول، الا انك هتاخد تجربه بطاريه اعتماديه معاك طول اليوم. طبعا هنا الشاحن بيشحن لك الموبايل اللي هو ال 18 دول، بيشحن لك الموبايل بالكامل تقريبا في ساعتين، لكن انت ممكن تحطه على الشاحن من بالليل واضمن لك ان الموبايل يقعد معاك اليوم كامل. نختم بقى بالنقطه الاهم وهي الكاميرات، ونبدا بالكاميرا الاماميه اللي بتيجي بدقه 13 ميجا بفتحه عدسه f2.0 اللي بتشتغل معاك في اي ظروف اضاءه بشكل عملي واعتمادي، ولكن التجربه مش احسن حاجه بالنسبه للالوان. الكاميرا الخلفيه هنا ثنائيه مش رباعيه زي ما انت كنت مفكر في اول الفيديو. الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بفتحه عدسه f1.8 ومعها كاميرا احتياطيه كده مساعده بدقه 2 ميجا. وطبعا انا حاسس ان هي ملهاش لازمه قوي، ولكنها بتفيد في العزل وشويه حاجات كده من خلال السوفت وير. الصور في الموبايل هتلاقيها شارب وكويسه
كويسه واعتماديه، والموبايل ده معاك بيعمل زوم بس مش حقيقي لحد 10 اكس. الصور في 1 اكس و2 اكس كويسه والى حد ما كويسه في 4 اكس، لكن لما تعلى اكبر من كده هتلاقي نغمشه ونويز كتير في الصوره، وده هيظهر معانا في العينات بتاعه التصوير. هقول لك على حاجه كويسه في موضوع التصوير، لو بتصور وعايز تاخد افضل اداء خليك في اضاءه عاليه، ولو بتصور نفسك حاول تبعد بقدر الامكان عن الخلفيه اللي موجوده وراك عشان تاخد افضل عزل ممكن في الصوره. اما بقى لو عايز عزل كويس في الفيديو ده مش هيحصل بجانب ان الموبايل ما فيهوش اي ثبات حقيقي، فلو عايز تصور فيديو بدون اهتزازات خلي معاك حامل تثبت عليه الموبايل بالاضافه لاضاءه كويسه عشان تاخد احسن تجربه، مع العلم ان اعلى دقه هتاخدها في الفيديو 1080. دلوقتي انا بصور بدقه 1080 ب 30 فريم في الثانيه، وهنا معانا ايفون من الزمن الجميل. حد يقول لي في التعليقات الموبايل ده نوعه ايه؟ طبعا انا وريتك هنا، غششتك حته هنا، اللي هيشوف الخط ده هيعرف انا قصدي ايه. وده تصوير الفيديو، مع العلم ان مفيش اي ثبات زي ما قلت لك. العزل الى حد ما كويس، ولكن الالوان مش افضل حاجه في تصوير الفيديوهات. طبعا من الفيديو ده كان واضح معانا ان مفيش اي عزل في الصوت، وان الاصوات كلها داخله في بعضها بقدر الامكان. عشان كده انا شايف ان موضوع المايك الخاص بالعزل ده كان لازم يبقى موجود في الموبايل ده. في النهايه بقى نشتري ولا ما نشتريش؟ الموبايل سعره ممتاز، بتدفع 6700 جنيه مقابل موبايل فيه 256 جيجا ذاكره داخليه و8 جيجا رام، وطبعا دي امكانيات مرضيه جدا لسعره، وطبعا بتاخد خامات بقى بريميوم ازاز والكلام ده كله. لكن السؤال يبقى مين بقى اللي ممكن يشتري الموبايل ده؟ اقول لك لو انت مش معاك موبايل كويس او جاي من تجربه موبايل اقل من كده او جيل سابق ممكن ترقي الموبايل، خصوصا ان سعره حلو وكمان معاه ضمان سنه ونص ما تنساش، ومش هتلاقي الكلام ده في اي موبايل تاني منافس بجانب الخامات والجوده اللي بتديك احساس الموبايلات الغاليه. اما بقى لو عندك ابن او بنت وعايز تجيب لهم موبايل يساعدهم بقى في المذاكره والاستخدام اليومي بشكل اساسي، يبقى الموبايل ده تمام، لان الموبايل ده سعره كويس جدا وانا شايفه صفقه رابحه. اما بقى لو بتبحث عن شاشه اموليد واداء اقوى يبقى عليك بقى بموبايل اعلى من كده، ولكن السعر طبعا هيعلى منك قوي. عشان كده انا شايف انه صفقه ممتازه مقابل السعر ده زي ما قلت لك. وطبعا لو انت عايز تجيب بقى نفس الموبايل ده هو بس بسعر اقل من ال 6700 جنيه ممكن بقى تروح للفئه الثانيه اللي هي ال 4 جيجا رام او ال 6 جيجا رام. ولو عايز تشتري الموبايل ده زي ما انا اشتريته بافضل سعر اشتريه من الرابط اللي موجود في الوصف او كلمهم على الواتساب. عشان لحد هنا اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو، وفي نهايه الفيديو ده بقول لكم شكرا على المشاهده، وشكرا 45000 مشترك. مع السلامه.